لك ابو البيس شلونك؟ اي انا علاوي. علاوي حبيب قلبي يا ابو حسين، انا خادمكم الصغير. انت عندك نقص بشخصيتك بسبب. وهذا رأي تقول ايه؟ طحظك والله عليك معلومات. يلا باي باي. هذا اللي اتصل بي قبل شوية صديقه من المريخ. هذا الشخص عايش هناك وطاني معلومات كلش قيمة، بحيث الاف بي اي الامريكي ما قدر يحصلها. علمت عن الثقوب السوداء. طبعا الثقوب السوداء يعني من نجيب طاريها خلي حبيبتك تطبق على صفحة. ليش؟ لان هذا الثقب الاسود عنده جاذبية اكثر من حبيبتك خلال اول لقاء لكم، بحيث هاي الجاذبية مالته الضوء ما قدر يقاومها وراح حبه وطمس بيه لحد ما اختفوا اثنيناتهم سوية. والفرق بسيط بيناتهم انه واحد راح يموت قهر والثاني راح يموتك بطريقه كلش مميزه. يعني شوف اذا يحبك ينطيك طريقه موت كلش مريحه ومميزه. شنو هاي الطريقه المميزه؟ قل لي اياها. طبعا هاي الطريقه المميزه انه راح يموتك بطريقه اسمها طريقه السباكيتي. يعني شنو السباكيتي؟ مبين هذا ياكل هواي. بالفعل انه الثقب الاسود ياكل كل شيء قدامه، الكواكب، النجوم، النيازك، انه بحيث حتى البشر سوى لهم طريقه مميزه ياكلون بها، طريقه السباكيتي. شنو هاي الطريقه؟ انه جسمك من جوا راح ينملص وجسمك اللي فوق راح ينجر اللي فوق، يعني راح تموت بطريقه مطاطيه. وبس اللي هنا وصلنا الفيديو. اذا عجبكم المقطع حط لايك ومتابعه حتى الثقب الاسود لا يزعل من يمه.